الفلفل الأحمر الرومي اللي من حلاوته ما اقدرش استغنى عنه. اول لما بشوفه بجري جري واروح جايباه وعلى الفرن واروح مدخلاه. وعايزه اقولك بقى معلقه صغيره منه هتغير طعم الاكل تماما، وهتخليه رايح في حته تانية تماما. تعالى اقولك ازاي تعملي احلى واطعم هريسه مدخنه طعمها حلو جدا ومش حراقه، سهله وسريعه، والطعم بتاعها هيودي الاكل في حته تانية. تنفع في التتبيلات وفي الحشوات كمان. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول. دلوقتي الموسم بتاع الفلفل سعره دلوقتي يعتبر مناسب قوي، مش غالي قوي زي الفلفل الاخضر. تقدري تجيبي كمية وتعملي زي ما انا هعمل بالظبط. غسلته كويس جدا ونشفته من المية بتاعته تماما. هبدأ بقى اللي انا اشيل الجزء الاخضر اللي فوق وافتحه كده بالسكينة واشيل من جوه اي زوايد هتكون موجودة جواه. عايزه اقولك بقى ده هيخليكي تستغني تماما عن البابريكا. يعني يبقى موجودة عندك في الفريزر، تقدري تستخدميه في كل الاكلات. وهقولك دلوقتي هنعمل بيه ايه. اول حاجة طبعا بعد ما خلصت الكمية كلها هجيبي الكبة او المفرمة المتوفر عندك. مفرمة اللحمة هتطلع معاكي روعة، لو مش موجودة يبقى كبة زي اللي انا هعمل فيها ديت كده. هنزل بقى بحبة حبة لحد ما يبدأ اللي هو يتفرم معايا. وكلنا عارفين ان الفلفل الرومي او الفلفل عامة بينزل مية كتير. عايزين نستغنى عن المية اللي هتنزل منه ديت تماما. هتعملي التكاية اللي هقولك عليها. هخلص الكمية كلها، وطبعا انا عايزاه ناعم قوي. هستخدمه في ايه؟ هستخدمه في كل التتبيلات. في الشوي شغال معانا، في تتبيلات الفراخ، تتبيلات اللحمة. تقدري تحطي منه معلقة على الكبدة او السجق. تقدري كمان تحطيه في خلطة المحشي، هيدي تيست عالي جدا. في الوقت انا خلصت الكمية كلها وهحطها في صينية بتدخل الفرن، وهسويها بالشكل وهدخلها بقى الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة متوسطة، مش عالية قوي، بس النار من فوق مش من تحت، يعني شواية. في الوقت بدأ اللي هو يشرب المية او السوائل اللي نازلة منه. ما تطلعهوش وهو كده لسه فيه سوائل زي ما انت شايف. هسيبه كمان تحت الشواية. انا مش مشغلة النار من تحت، انا مشغلة الشواية بس. تقريبا اخد معايا تقريبا كده من 25 ل30 دقيقة تحت الشواية. بعد ما برد تماما زي ما انت شايفه كده مفهوش اي سوائل خالص. في اي علبه محكمه الغلق تكون نظيفه تقدري تعبي فيها. انا هنا هحطه في علبه ازاز عشان هو مش بيتضاعف حجمه، وهدخله الفريزر. الناس اللي بتخاف على العلب الازاز جوه الفريزر ما تخافيش، هو مش سوائل عشان يتضاعف حجمها والعلبه تفرقع في الفريزر، لا خالص. مش هحط اي اضافات لان انا عايزاه كده، عايزه طعمه يكون واضح معايا في الاكل. لو انت هتحطيه في باب التلاجة مستحب تحطي عليه معلقة ملح كبيرة، نص معلقة سكر، شوية زيت فوق الوش. تقدري تحتفظي بيه باب التلاجة لمدة شهر. لكن لو عاملاه زي اللي انا عاملاه تقدري تحتفظي بيه في قلب الفريزر لمدة سنة كاملة. والله بقى على الطعم. بابريكا مدخنة طبيعية انت اللي عاملاها بايديكي، طعمها روعة. جربي.